يا جماعة الخير بطلوا تصدروا لنا الشخص الأناني وترجعوا تقولوا أهياني. كتير مننا بيقعد يشكي ويبكي على أولاده وعلى حالهم. هو بنتي ليه ما بتعمرش في الجواز؟ هو أنا ابني ليه ملوش علاقات أصدقاء كتير؟ هو إحنا ليه حظنا وحش مع الناس؟ الموضوع من منتهى البساطة، إن كنتوا بتصنعوا الكائن الأناني. بيجي ازاي؟ لما سيادتك يبقى عندك مثلا ابن ذكي شويتين ولا حلنجي ولا انت بتموت فيه لله في لله، وتبتدي تميزه عن بقية اخواته. او يكون عندك بنوتة طالعة هي اللي عينيها زرقاء وشعرها اصفر وبيضة وحلوة شويتين عن باقي اخواتها. بترجعوا في هذه الحالة تتعاملوا معاهم على اساس ان هم مميزين ومختلفين عن باقي البني ادمين. فدايما تعودوهم ان لا، انتوا ما بتغلطوش، انتوا ما ينفعش حد يزعل منكم، انتوا زي الفل، انتوا فوق الجميع. وبيبقى دايما الدلع عليهم في التربية زيادة عن اللزوم عن باقي اخواتهم، بيحسسهم بالانا. فالانا بتعلى عندهم، بيطلعوا خلاص اشخاص شايفين نفسهم ما بيغلطوش. ولما بيلاقوا اي حد يعيب على عيب عندهم، لا، يلحقوا العيب باللي قدامه، ما هو اصله ما بيغلطش. فبيقعد يعول دايما ان الغلط عند اللي قدامه وما يقتنعش، لانه من جواه مقتنع بشيء واحد انتوا غرستوه. انت جميل وحلو شويتين، انت ما بتغلطش زي باقي البني ادمين. يطلع هذا البني ادم او هذه الانسه للمجتمع، فكل ما يتعاملوا مع الناس مع الوقت بيفقسوهم، لان الاناني بيبقى واضح وصريح، عمره ما بيطلع في النهايه غلطان. مهما عاندت معاه، مهما ناقشته، هو لا يمكن يغلط، ودايما اللي فيه يطلعه فيك. فالناس خلاص بتزهق. مهما كان، انا لا ابوك ولا امك، هستحمل لك ده ليه؟ انتوا عودتوهم ان انتوا تستحملوا منهم هذه الافعال، وانتوا اللي غرستوا جواهم هذا الاحساس. ففي النهايه بترجعوا تندموا وتقولوا حظنا وحش في ولادنا. يا سيدي انت وهي خلي بالكم في التربيه. اوعى تخلي ابنك يحس انه مميز عن باقي اخواته. اوعى تحسس ابنك انه ما بيغلطش على طول الخط. اوعى تيجي في يوم من الايام ويصعب عليك انك تعاقبه على غلطه بيعملها. الكلام ده لازم يبقى بحدود. نمي شخصيه ابنك، قوي الشخصيه من غير ما تركبوا على باقي البني ادمين. يا جماعه الخير، انتوا مش بس بتقضوا على المجتمع وبتطلعوا اشخاص مرضى نفسيين وبيطلعوا عقدهم ومشاكلهم على باقي البني ادمين، انتوا بتاذوا ولادكم نفسهم وبتخلوهم في الاخر منبوذين، لان مفيش حد هيستحملهم. زي ما قلت لكم، في النهايه هيستحمل الانانيه ليه؟ خليكم عاقلين. اوعى تطلع ابنك اناني. الانا لما بتزيد شويتين بتطلع كائن غريب الاطوار، وما ينفعش يتعايش معاه اي حد عاقل شويتين. ربنا يصلح حالي وحالكم ويبارك في كل ولادنا، ونبقى دايما عاقلين وما نعليش الانا عند الولاد، ونخليهم صالحين واسوياء ونفسيا هادئين. مش كده ولا ايه؟ السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.